السرقة من حارس تضعك في السجن الانفرادي أو تضاعف مدة السجن. لا تحاول الإنكار، لقد سرقت، ولكنني أمتلك السلطة هنا وسأجعل الأمر وهما وكأنه لم يحدث. لذيذ. والآن هل تحب كلمة واش؟ أنا لا أحبها، ولا كلمة خائن. ما سأطلبه إليك الآن ليس ذلك. أحتاج إلى قليل من المعلومات. حين تكون مع سكوفيلد عد إلي وأخبرني ماذا قال. لدي شطيرة إضافية، ولكن شبعت. ما رأيك فيها؟ شطيرة الجبن أم الحبس الانفرادي؟ أحسنت. أي شيء أرجوك. ابتعد. دعني الهرب أو تمت. على كل لن أنجو في الخارج. الإجرام في دمي. أريدك أن تعيدني. هل سمعتني؟ أريدك أن تعيدني. حسنا جون، هيا أعدك. لا تقسم. أنا منسحب. أقسم. إنني أقسم. حسنا. عفوت عنك. إياك وأن تفكر في الهرب مرة أخرى، مفهوم؟ هاي جون، أعدك بشيء مهم، لأنه لا غنى لي عن الهرب. قد صرنا 6. بحسب علمي 5. إنك مجنون. هذا النسيج ملتصقا بلحمك عندما كانت تعالجك. هذا النسيج من زي أحد الحراس. هل هاجمك أحد الحراس؟ مستحيل أن أفعل هذا. إن كنت أنا من سينفذ فعليك أن تشارك أيضا. هل تعي ما الذي تطلبه مني؟ من أجلنا كلنا. إن أردت الخروج من هنا في أقرب وقت فعليك إخبار المدير بما حدث معك. يسرني رؤيتك. تبادلات تحياتي لاحقا. ما هي الأخبار؟ اكتملت الخريطة. لقد نجحت. هل نحن مستعدون؟ تقريبا. أعرف أي الأنابيب سنسلك من عنبر المجانين. ستكون طريقنا إلى المستوصف مستقيمة. عندما نسلكها سنصل إلى نهاية المبنى. سنسير 30 مترا من القاعة إلى عيادة الطبيبة، بوابة خروجنا. وهذا يعني أننا نحتاج إلى شيء واحد: مفتاح العيادة. لا تقلق، كل ما علينا فعله أن نلتصق بأحد الضباط كالمرة السابقة. نسرق المفتاح ثم ننسخه. ليس هكذا. هذه المفاتيح مع الفريق الطبي. وكيف تنوي أن تحضره؟ أفهمنا. بحذر. لا مفاجآت هذه المرة. هذا صحيح. يا إلهي، مستحيل هذا. ذلك الرجل وسيلة خروجنا من هنا، وهذا يعني لماذا لا تعطيني السكين التي تحملها؟ جيد.
مايكل، أريد أن أعرف أين هو. من؟ فيبوناتشي. أنا كما ترى تغيرت كثيرا، لا أسعى إلى المسامحة وحسب، بل أريد أن أصالح حتى ألد أعدائي. لا تنظر إلي هكذا وكأنني الرجل نفسه الذي عرفته، لقد غيرت. ثق بي، أنا أريد أن أصل إلى فيبوناتشي لنتصالح. كلام مؤثر، لكنني لن أساعدك. سأصبر. سأخرج أخي من السجن الليلة. أحتاج منك إلى الدعم. سيمسكون بنا لأنك حشوت المقطورة بمسافر جديد. لا تخف.